احتفالات كبيرة في شوارع القاهرة. نيجي بقى لشهر محرم. شهر محرم كان فيه مناسبتين بيحتفلوا بيهم الفاطميين. المناسبة الأولى هي غرة محرم أو رأس السنة الهجرية، وكان ليها برضو احتفالات خاصة جدا عند الفاطميين، وبتظهر في الكتب إن هم بيوزعوا أنواع من الحلوى اسمها الجمات. والجمات دي عبارة عن حلوى على شكل إنسان أو على شكل حيوانات، واللي بنعرفها بعد كده باسم حلاوة المولد، وبتنتشر وبتبقى طقس خاص مرتبط بالمولد النبوي الشريف. كمان كان في نوع من الحلوى المنفوخة اللي كانت بتتوزع على الأطفال، واللي بنعرفها بعد كده باسم المصاصات. نيجي بقى ليوم عاشوراء، يوم 10 محرم، اللي كانت بالنسبة لهم مناسبة حزينة بمناسبة مقتل الحسين يوم كربلاء، فكانوا بيعملوا حاجة اسمها صمات الحزن، وده عبارة عن أكلات حزينة كلها، سميط وبيض وجبنة وزيتون اسود. بعد ما بيخلصوا الصمات بيقوموا يعيطوا ويولولوا على موت الحسين عند المشهد الحسيني حزنا عن الحسين، ويسبوا في قتلة الحسين. طبعا الطقس ده بيتغير تماما في وقت صلاح الدين، اللي بيحوله لطقس فرح بمناسبة ان يوم 10 محرم ده هو اليوم اللي آدم فيه نزل على الأرض، وإنه اليوم اللي اتشق فيه البحر لسيدنا موسى. فبيستبدل الاحتفالات الفاطمية بإن هو بيوزع حلوى اسمها عاشوراء، اللي احنا لحد دلوقتي بنستخدمها وبنحتفل بيها يوم عاشوراء. نيجي بقى عند العيد الكبير اللي كان بيسمى بعيد النحر، وده برضو كان ليه احتفالات خاصة جدا. في المواسم اللي كان بتطلع فيها قوافل الحج كانت بتبقى من أغنى قوافل الحج اللي كانت موجودة في الدول الإسلامية اللي كانت موجودة في العصر ده. ففي عصر العزيز بالله بيوصف المؤرخين واحدة من قوافل الحج اللي اتكلفت تقريبا 120 ألف دينار، وده كان مبلغ كبير جدا في الوقت ده. نيجي بقى عند أول يوم العيد. أول يوم العيد بيخرج الخليفة الفاطمي من باب العيد وبيروح على ساحة الأضحية عشان يروح بنفسه يذبح الأضحية قدام الناس كلها، وهو لابس بدلة حمراء وبيذبح الأضحية على سجادة حمراء عشان الدم ما يبانش. بيوصف المؤرخين إن العزيز بالله الفاطمي في يوم واحد ذبح 35 راس ماشية يوم عيد الأضحى. طبعا بعد الأضحية بيؤمر الخليفة إن يمد صمات الأضحية. الصمات ده بيتوصف من المؤرخين إن من كتر كمية الأكل اللي بتبقى موجودة فيه بيجي سكان القاهرة وياخدوا الأكل ويحطوه في كمهم، اللي حاجة كده زي الكيسة السمراء دلوقتي عندنا. الحقيقة إن احتفالات الفاطميين مش بس احتفالات بأعياد المسلمين، كمان كانت احتفالات بأعياد الأقباط. فكان مسلمين ومسيحيين بيحتفلوا بجميع الاحتفالات، سواء احتفالات إسلامية أو احتفالات قبطية مصرية قديمة. فمثلا كانوا بيحتفلوا بعيد رأس السنة القبطية، وكانوا بيوزعوا السمك والحلويات والقصب على جميع المصريين بلا استثناء. وواحدة من الحلويات اللي كانت بتتوزع خصيصا في رأس السنة القبطية كانت حاجة اسمها أوعية الزلابية، ودي اللي احنا عارفينها دلوقتي بالزلابية أو بلقمة القاضي. كمان الفاطميين كانوا بيحتفلوا احتفال خاص جدا بعيد الغطاس، فكانوا بيوقدوا المشاعل وبيحطوها على ضفاف النيل من ناحية جزيرة الروضة ومن ناحية الفسطاط، وبينزلوا بالقوارب ويولعوا المشاعل. وكان بيتجمع مسلمين ومسيحيين على ضفاف النيل، وبيجي الأساوسة عشان يتلوا الصلوات. في العيد ده بالذات كانوا بيوزعوا نوع من أنواع الحلوى اسمه اللارنج، اللي برضو موجود لحد دلوقتي. كمان كانوا بيوزعوا القصب وبيوزعوا السمك البوري. وكان كل الشعب المصري بيحتفل باليوم ده مش بصفته عيد ديني مسيحي، ولكن بصفته عيد مصري. طبعا احتفالات شم النسيم اللي بدأت من أيام الفراعنة بتستمر في العصر الفاطمي، وكمان احتفالات ليلة النص من شعبان وليلة غرة شعبان وليلة النص من رجب وليلة غرة رجب، دي كلها بدأت في العصر الفاطمي. المؤرخين لما بيجوا يعدوا عدد الاحتفالات سواء الدينية أو الرسمية في العصر الفاطمي بتوصل تقريبا ل 26 احتفال، ودي كانت طريقة من طرق الفاطميين عشان يجذبوا الشعب ليهم ويحببوهم فيهم أكتر، والاحتفالات دي بتستمر لحد يومنا هذا.